اختي العزيزه، نحي كلش من يديك، جيبي ورقه وستيلو وشوفي هذه الوصفه اللي جبتها لك. غير دعوتي الخير برك من عندك. شوفي، روحي جيبي 2 مغرفات نتاع خميره الخبز، زيدي معاها الحليب دافي، زيدي معاها مغرفه سكر، حبة خلطيهم بيض. مليح، ديري معاهم الفارينه، عجنيهم، ومن بعد زيدي لهم فنيجل تاع زيت. الفيديو راح لله غالب. المهم هذه هي، ما تخليها تخمر، الله الله، بعد ما تخمر تكسري لها الخميره، تحليها وكيما راكي تلاحظي في الصوره هكذا. عاملي العجينه ومن بعد عاودي حليها وعاودي اعملي لها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوه فيه، شغل تولي شغل الخبز الصغير كيما راكي تلاحظي. تخليه ومن بعد تروحي تجيبي هذيك القهيوه تاعك اللي بقات لك شويه في الفنجال ولا في الغلايه كيما طيبي، وديري لها كاع واش عندك زرارع، ولا عندك زرع الكتان، ولا عندك حبه سوداء، ولا عندك الجلجلان. اختي العزيزه، شوفي واش عندك، ديريها مع ديك القهوه اللي قعدت لك، تخلطيها. اذا ما عندكش القهوه معليش صفار البيضه، معليش. المهم انا النتيجه تاع صفار البيض جاتني تهبل. ما تنساوش ديروا لي جام، او جاليكم قال لكم ديروا لها جام يا خياتي العزاز. يا مالا نكملوا في حكايتنا وحكايه الخبز القطني، هذاك الخبز وعليه الكلام. شوفي وتشكلي كيما تحبي، بصح تبعيني صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. شوفي الله الله كيفاش مشكله، وهذاك اللي تبقى لك ديريها كويرات شغل انت يا عينك هي ميزانك، شغل ديريها حساب. الحق وهذه السنيوه كبيره الله يبارك. قلت لكم جربتها بصفر البيض جاتني ما شاء الله، جربتها بالقهوه جاتني ما شاء الله. انا نعطيكم الاقتراحات والوصفه كامله نكتبها لكم ونحطها لكم في التعليقات، نتوما روحوا غير تجمجموا برك، وانا عليا نحط لكم الوصفات ان شاء الله. وانا اعوذ بالله من كلمه انا الخبز كما نقولوا صنعتي، نعرف نخدم الخبز، كل انواع الخبز. شوفوا الله يبارك في الشابه وكيفاش أبوني ماما، بنتي. أبوني ماما، اسكو دايما أبوني ماما، نخدموش نخدم انا. أبوني ماما، أبوني ماما، أبوني ماما، أبوني ماما. سي كوا سا ما شيري؟ دي بيتزا. بيتزا. هذا لو بان. ناجي. المهم هذا هو الخبز تاعنا. بعد ما بنتي قالت لكم ديروا لها ابوني. شوفوا الله الله عليه كي طاب، يجي خبز قطني تاع الصح. ما خبيزه تاع بنتي راني طيبتها لها، نخليهاش في خاطرها، دايما نطيب لها حاجتها دايما. كان من تفاخش في طلع حتى الفوق تاع سنيوه. ومن بعد تجيبي شويه زبده وتحكي عليه هكذايا يولي يبري، بصح لازم يكون الخبز سخون، وديري عليه الزبده هكذا تولي فيه واحد البنه، بنه يعني تشربي به قهوه بلا ما تزيدي له والو. يهبل صراحه طرف السما جابني الحق. ما تنسوش تجربوه، ساهل ماهل، مكونات بسيطه، ما عليكم شويه جامد وشويه بارطاج. واذا عجبكم الفيديو تقدروا تكتبوا لي اقتراحاتكم كلها في التعليقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نتمنى لكم أمسية أو صباحية أو نهار سعيد مليء بالتفاؤل والنجاح بإذن الله الرحمن الرحيم. توكلوا دايما على ربي، وإلى الأمام وإلى النجاح بإذن الله الرحمن الرحيم. نخليكم مع هذا الخبز، نقول لكم سلام.
سلام سلام خياتي العزاز، معاكم لويزا البليدية من فرنسا.